مستحيل في حق الله، مستحيل أن يضيع عنده ما بذلته لأجله. الضياع ممكن عند الناس، عند الأنظمة، عند المؤسسات، لكنه مستحيل عند الله. ثم يؤكد الله تلك الحقيقة في سياق آخر مع قوم هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا، دفعوا ثمنا باهظا وربما لم يروا في حياتهم ثمرة ما بذلوه. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كل شيء يمكن أن تخسره إلا مع الله. مصلح لا يعرفه أحد، معلم في قرية نائية، أم تفرغت لتربية ولدها، درس بسيط ألقيته على أطفال حيك، نصيحة أدليتها لأختك، قيمة عززتها بين أصدقائك. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يا رجل، حتى الظمأ، التعب، الجوع، حتى الخطوة لا تضيع، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يوسف عليه السلام عاشها واقعا في حياته، فحين اكتمل المشهد وجاء إخوته بين يديه وقالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. خلاصة القول: كل شيء يمكن أن يضيع في هذه الدنيا. المال يضيع، والجهد ينسى، والاسم يطوى، والتعب قد لا يذكر، لكن ما بذل لله لا يضيع. إن ضاع في الدنيا ستجده ماثلا أمامك في حياة الخلود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات